فإن النبي حي كامل فما مات عن عيون اختفى. اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه السلام. على محمد صلاة الأبرار صلى عليه طيبون الأخيار. اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه السلام. قد كنت قواما فكم بالأسحار يا ليت شعري ومنايا الأنوار. اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه السلام. يا ليت شعري والمنايا الأنوار هل تجمعني وحبيبي يدار. اللهم صل وسلم على حبيبي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكها. ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام فلو علم أو شك ولم يعلم ولم يركع وركعه مخالف بعلم غير يركع ويتذلك بعد سلام. ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد أو بالفاتحة أو التشهد لم يضره وقيل تجوي عادته ولو تغدى بكلمة فصل. خرج الإمام من صلاته انقطعت الخطوة فإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز. وفي قول لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة منفردا ثم نوى القوة في خلال صلاته جاز في الأظهر وإن كان في ركعة أخرى ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا. فإن فرق الإمام أولا فهو كمسبوق أو فإن شاء فارقه وإن شاء راكعا أدرك الركعة قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم. ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته بالأظهر شيئا لم تنعقد على الصحيح. ولو أدركه في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا ولا صح أنه يوافقه في التشهد والتصبيحات. وأن من أدركه في سجدة صلاة المسافر إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل المواحي لا فائتة الحضر. ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصده في السفر دون الحضر. ومن سافر من بلدة فأول سفر مجاوزة صورها فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح. والقرية كبلدة وأول سفر ساكر القيام مجاوزة الحلة. وإذا رجع انتهى سفره ببلوغ ولا يحسب منها يوم دخول
دخوله وخروجه على الصحيح ولو أقام ببلد بالنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت غسل 18 يوما وقيل 4 فصل وطويل السفر 48 ميلا هاشمية قلت وهو مرحلتان بسيل الأدغال والبحر كالبر فلو قد علم يال فيه في ساعة قصر والله أعلم واشترط قصد موضع معين أولا فلا قصر ولو كان لمقصده طريقان طويل وقصيرا فسلك الطويل لقرض كسهولة وأمر قصر وإلا فلا في الأثر ولو طيع العبد بالسوجة أو الجند مالك أمر في السفر ولا يعرف مقصد ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع فإن سار فسفر جديد ولا يترقص العاصي بسفره كابق وناشزة فلو أنشأوا مباحا ثم جعلوا معصية فلا ترقص لازم الإتمام ولو رعف الإمام المسافر واستخلف متما أتم المقتدون وكذا لو عاد الإمام واقتدى به ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم ولا يقتدى بمن دنه مسافرا فبان مقيما أو بمن جهل سفر وأتم ولو علم مسافرا وشك في نية قصر ولو شك فيها قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم أو في أنه نوى القصر أو قام إمامه للثالثة فشك له مبتم ساهنا تم ولو قام القاصر للثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بدل صلاة ويشرط كونه مسافرا في جميع صلاته فلا نوى الإقامة فيها أو بلغت سفينته دار إقامته أتم والقصر أفضل من الإتمام. فأصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا والمغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل وكذا القصير في وشروط التقديم 3 البداءة بالأولى فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية ونية الجمع ومحلها أول الأولى وتجوز في أثنائها في الأظهر والموالاة بأن لا يضول بينهما فصل فإن ضال ولو بعذر وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضر تخلل ضلب خفيف ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بدلتها ويعيدهما جامعا أو من الثانية فإن لم يدل تدارك وإلا فبادرة ولا جمع ولو جهل عادهما لوقتيهما وإذا أخر الأولى لم يجب الترتيب وهي الجمع سعيد وإلا فيسير وتكون ولو جمع تقديما فصار بين صلاتين مقيما ودل الجمع وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح أو تأخيرا فأقام بعد فراغه ما لم يؤثر وقبله يجعل الأولى قضاء ويجوز الجمع بالمضر تقديما والجديد منعه تأخيرا وشرط التقديم وجوده أولهما والأصح اشتراده عند سلام الأولى باب صلاة الجمعة
الجمعة إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه، ولا جمعة على معذور بمرقص في ترك الجماعة. ولو أن ينصرف من الجامع إلا المريض والنحوه فيحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره. وتلزم الشيخ العلم والسميع وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة أو بلغهم صوت عليهم من الخير جمعة لازمة إلا فلا. ويحرم على من لزمته السفر بعد زوال إلا أن تمكنه الجمعة أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة وقبل زوال كبعد ومن لا جمعة عليهم تصن الجماعة في ظهر في الأصح ويخفونها إن خفي عذرهم، وينذب لمن أمكن الزوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة، ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها. ولو خرجهم بها وجب الدور بناء، وفي قول استئنافا والمسبوق كغير وقيل يتمها جمعة الثانية أن تقام في قدة أبنية أوطان المجمعين، ولولا سماع قيام السحرة أبدا فلا جمعة في الأثر الثالث لا يسبقها ولا يوالي وقيل لا تستثنى هذه السورة، وقيل إن حال نهر عظيم بين شقيها كان كفلتين، وقيل إن كانت قرا فاتصلت تعددت الجمعة بعددها فلو سبقها جمعة فالصحيحة السابقة، وفي قول إن كان سلطان مع الثانية فهي الصحيحة، والمعتبر سبق التحلل، وقيل التحلل وقيل بأول الخطبة فلو وقعتا معا وشك واستولبت الجمعة. الرابع الجماعة وشرطها كغيرها وأن تقام ب40 مكلفا حرا ذكرا مستوطنا لا يذعر شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، والصحيح انعقادها بالمرضى. ويجوز البناء على مامة إن حاتوا قبل طول الفصل، وكذا بناء صلاة على الخطبة إن انقضوا بينهما، فإن حاتوا بعد طوله وجب استئنافه. وتسع خلف العبد والسبي والمسافر في الأثر إذا تم العدد بغيره، ولو بان الإمام جنوبا أو معتد ساعة ما ترجع تم العدد بغيره وإلا فلا. راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح الخامس خطبتان قبل الصلاة، وأركانهما 5 حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمظلومات تعين ورصية قراءة آية في إحداهما، وقيل في الأولى وقيل فيهما وقيل لا تجب، وخامس ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان 3 الأولى وبعد الزوال والقيام فيما إن قدر والجلوس بينهما أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم، والأثر اشتراط الموالاة ودارة الحدث والخبث والصدر، وتصن على منبر أو مرتفع ويسلم على من عند المنبر، وأن يقبل عليهم إذا سعد ويسلم عليه ويعتمد على سيف أو عصا ونحوه، ويكون جلوسه بينهما نحو سورة الإخلاص، وإذا فرغ شرع المؤذن فصل يصن الغسل لحاضرها، وقيل لكل أحد ووقت من الفجر، وتقريبه من ذهاب أفضل، فإن عجز تيمم في الأصح، ومن المصنون
غسل العيد والكسوف والاستسقاء ولقاتل الميت والمجنون والمجنون والمغمى عليه إذا فاق وكافر إلى سواء وتقدمون أظهر ورجحه الأكثرون وأحاديث صحيحة كثيرة وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم ويسن التبكير إليها ماشيا بسكينة وأن يشتغل في دريغه وحضوره بقراءة الأمير ولا يتعدى قلت أن يقرأ الكهف يومها وليلتها ويكثر الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع من أدرك الركوع الثانية أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعة وإن أدركه بعده فاتته فيتم بعد سلامه ظهرا 4 والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة وإذا خرج الإمام من الجمعة وإلا بعدة ولا يستغلق للجمعة إلا مقتديا به قبل حدث ولا يشرد فتتمهم دونهم في الأصح ويراعي المسبوق الندم المستغلب فإذا صلى ركعة ولا يلزمهم استئناف نية الخطوة في الأصح ومنزوح عن السجود فأمكنه على إنسان فعل وإلا فالصحيح أنه ينتظر فلا يؤمن به ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه سجد فإن رفع والإمام قائم قرأ والإمام راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق وإن كان صلى فاتت الجمعة وإن لم يمكنه سجود حتى ركع الإمام ففي قول يراعي ندم نفسه والأصح أنه يركع معه والأظهر أنه يركع معه ويحسن ركوعه الأول في الأصح فركعته مرافقة من ركوع الأولى والسجود الثاني ويدرك ذلك وإن نسي أو جهل لم يحسب سجود الأول فإذا سجد ثانيا حسب والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة وقبل سلام الإمام ولو طال في سجود ناسعة ركع الإمام الثانية ركع مع المذهب. باب صلاة الخوف هي أنواع الأول يكون العدو في القبلة فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم فإذا سجد معه صف سجدتيه وعرس صف فإذا قاموا سجد محرز ويحب وسجد معه الثانية وعرس وإذا جلس سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصفان ولو حرس فيما فرقتا صف جاز وكذا فرقة في الأصح الثاني يكون في غيرها ومرة بقوله عليه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقف فرقة في وجهه ويصلي بفرقة ركعة فإذا قام للثانية فارقته وتمت وذهبت إلى وجهه وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانية ولحقوه وسلم به وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه في الأظهر وينتظر في تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح أو رباعية فبكل ركعتين فلو صلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع في الأظهر وسأوه في الأولى يلحق الجميع وفي الثانية لا يلحق الأولين ويصن حمل السلاح في هذه الأنواع ويعذر في ترك القبلة
القبلة وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح لا سياح ويلقي السلاح إذا دمي فإن عجز أمسك ولا ولا بالأثر فإن عجز عن ركوعها وسجودها وسجودها ولو ظنوا في كل قتال وهزيمة مباحين وهرب من حريق وصائل وصبع وغريم عند الإعصار وقوا في حبسه والأصح منع لمحرم يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره ويحل للمرأة لبسه والأصح تحريم افتراشها وأن للولي الباسه السبي قلت لا سحل افتراشها وقد حل افتراشها وقد على العراقي والله أعلم يجوز للرجل وللحاجة كجرب وحكة ودفي غمل وللغتال كديباج لا يقوم غيره مقامه يعرف المرأة وكذا إن استويا بالأصح ويحل ما درس أو ضرب بحرير قدر العادة ولبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوي على جلد كلب وقنسير إلا الليلين هي سنة وقيل فرد كفاية وتشرع جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها ويسن ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات يقف بين كل استنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتعوذ ويقرأ ويكبر في الثانية والأصل فرضا ولا بعضا ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت وفي القديم يكبر ما لم يركع ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف وفي الثانية يقترب بكمالهما جارا ويسن بعدهما خطبة ويندم الغسل ويدخل وقته بالنصف الليل وفي قول بالفجر والتطيب والتزين كالجمعة وفعلها بالمسجد أفضل وقيل بالسحر إلا الناس ويحضر الإمام وقت صلاته ويعجل في الأضحى قلت ويكون في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك بالهواء ويدعو ماشيا بسكينة ولا يمرون فصل يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت ولا يصن الليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح ويكبر الحاج من ظهر النحر بالصبح آخر التشريق ويختم بالصبح آخر التشريق وغيره كهو في الأظهر وفي قول من غير وفي قول سبحان الله يغفر العسى من التشريق وأمر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لله يزيد كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ولو شهدوا يوم 30 قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة ويشرب الله صلاة الكسوفين هي سنة فيحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد ثاني ركعة ثم يصلي ثانية كذلك ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي ولا نقص للانجلاء بالأصل ولا ما يقرأ بالقيام الأول بعد وبالثالث 150 والرابع 200 تقريبا ويصبح بالركوع الأول
الأول قدر 100 من البقرة وفي الثاني 80 والثالث 70 والرابع 50 تقريبا ولا يدون السجدات وتصل جماعة ويجهر بقراءة كسوف القمر إلى الشمس ثم يخطب الإمام خطبتين بأركانهما في الجمعة ويحث على التوبة والخير ومن أدرك في ركوع أول أدرك الركعة والقمر بالانجلاء وضلوع الشمس إلى الفجر في الجديد ولا بغروبه خاسفا ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم الفرض إن خيف فوته وإلا فالأثر تقديم الخسوف ثم يخضو للجمعة صلاة الاستسقاء سنة عند الحاجة والدعاء ثانيا وثالثا إن لم يسقوا فانتهبوا للصلاة فسقوا قبل أن يجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون على الصحيح ويأمرهم الإمام بصيام 3 أيام والسعراء في الرابع صياما في ثياب بدلة وتخشع ويخرجون الصبيان والشيوخ وكيل البهائم إلى سفيه ولا يمنع على ذمة الحدود ولا يضربون ولا تختص بوقت العيد في الأصح ويقول العيد العادي مسقنا قيثا مقيسا هنيئا مريئا مريحا كدقا مجللا صحا طبقا دائما اللهم اسقنا القيس ولا تجعلنا من القانتين ويستقبل القبلة بعد سدر الخطبة الثانية ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه يساره عكسه وينكس في الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه يحول الناس مثله وطولكم حول على ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس ولو خطب قبل الصلاة جاز ويسن أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ليصيبه وأن يغتسل أو يتوضأ في السير ويسبح عند الرعد والبرق ولا يتبع وبعده مدرنا بفضل الله ورحمته ويكره مدرنا بنوء كذا وسب الريح ولو تغرروا بكثرة المطر فالسنة جاهدا وجوبا كفر أو كسرا قتل حدا والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ويستتاب ثم تضرب عنقه ينقذ حديدا لا يصلي ويقول ويسوي صلى عليه